السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما ويا رب تكونوا كويسين. كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك علينا وعليكم اجمعين يا رب، وعلى امه المسلمين اجمعين. دي كانت بدايه التنظيفات، بدأت بالبوتاجاز والشفاط والمطبخ، وكانت الدنيا لايصه عندي في الشقه خالص. يعني خلصت على نفسي. جبت السترس وبدأت ارش على البوتاجاز كده. انا كنت الاول بسخن الفرن، بعد كده اطفيه واروح رشه سترس. بصراحه كان بينضف اكتر من كده، بس طبعا بما ان احنا تعبانين وصدرنا مقفول، فما كانش ينفع ان انا اعمل الحركه دي. نزلت الشفاط كمان وغسلته وانا فوق بقى على الرخامه. شلت الورق اللي كان فوق خالص على السيراميك. بصوا بوريكم السيراميك بيلمع ازاي. ده طبعا شباك المطبخ، ده سلك بس هينضف، وهوريكم ان هو كل حاجه هتبقى فله الفله يعني. بس انا كنت بعمل حاجه حاجه لاني كنت تعبانه. بصوا بقى، هنا كنت خلصت الورق كله والسيراميك ومسحت السيراميك كمان، وبروح حاطه الورق على نضافه، وفكيت الرفرف دي وركبتها تاني ونضفتها، ونضفت كل حاجه يعني. كل حاجه كانت نضيفه معانا. وبصوا حاولت اغير شويه حاجات يعني، شلت شويه ديكورات وحطيت شويه حاجات بسيطه جدا ان هي تبسطني. وكان في الرف اللي كان عليه الراديو ده برضو شيلته خالص، وغسلت الشباك وخليت كل حاجه من فوق كده جاهزه معانا وفله. بصوا المطبخ بيلمع، كل حاجه بتلمع الحمد لله. ولله الحمد كده نعيد بنفسي راضيه كده. كده كان ناقص لنا بقى الرخامه بتاعه الحوض. انا عاملاها بسكوتش، اللي هو بالستاره سكوتش، بس ما بقتش تلزق، والسكوتش كله طبعا من كتر المية بيفك. بس طبعا بقالي مدة كبيرة جدا كنت حطاها، فعشان جبت سكوتش جديد عشان الزقه لازم اكحت القديم كله زي ما انتوا شايفين كده، انزله والزق الجديد. بصوا بقى الارض كانت متبهدله طبعا بالتكحيت، والبوتاجاز ما اقولكمش يعني حاله عامل ازاي. بصوا بقى هنا يعني خليته بيبرق ولمعته بتتكلم عنه يعني. كله انا بلزق على مش بلزق حاجه عليه على الازاز، مبحبش اللزق. كنت جايبه ورق الفويل ده، واحده للباب واحده للبوتاجاز. فهركب بتاعه الباب بس، واسيب بتاعه البوتاجاز مش هركبها ركبتها يوم الوقفه بالليل بعد ما خلصت اكل ونضفت بقى الدنيا خالص. رحت مركباها. وطول من اول ما انا غسلت البوتاجاز لحد يوم الوقفه انا ما كنتش مركبه غير عينين بس بشتغل عليها. هنا غسلت العيون وغسلت كل حاجه وسايباها تتصفى. بصوا بقى، انا ما برشش على العيون اي حاجه ولا سترس ولا اي حاجه. من يوم ما جبتها وانا بغسلها بسلك عادي جدا. الشبكه دي اللي كانت تعبتني جدا في الدعك، بس ما قدرتش ادعكها اكتر من كده. وهنا كنت مشغله الغساله، كنت في نفس الوقت بحارب بقى في نفسي ان انا اخلص كل حاجه اول باول بصراحه. هنخش بقى على الركنه وهنشوف بقى احنا هنعمل ايه. دي البطانيه الوحيده اللي ما اتغسلتش، ما غسلتهاش ومش هغسلها لان احنا ساعات بنسقع وبنستخبى بيها. ودي الشلت كنت ملبساهم، وكان ناقصلي الشلته الاخيره دي، كانت عند الترزي لسه ما جاتش يعني. كانت كل ما تخلصلي حاجه بتروح تبعتها لي الخياطه يعني. اما دي ما كانتش لسه خلصت، فقلت بقى مش هقف عليها يعني، بقى هبدأ البس الركنه. ونشوف بقى الركنه طلعت عينيا لان السفنج تقيل جدا، وانا كنت تعبانه اصلا وخلصانه وما كنتش قادره يعني. اجيبها شمال اجيبها يمين، والله يا بنتي طب انا فكيتك بسهوله البسك ازاي؟ مفيش فايده يعني. الحمد لله الحمد لله انا لبستها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. الركنه السفنج تقيل جدا ومتعبه في التلبيس يعني. انا متهيالي لو كانت قطن او حاجه زي كده ما كانتش هتبقى متعبه زي كده، بس ما شاء الله يعني هي احسن من غيرها بكتير يعني. الحمد لله اصلا. هنا كنت لبستها وخلصت بقى، وهبدأ البس المخدات وهبدأ البس الركنه كلها. وهبدأ بقى اخد من جوه لبره بقى يعني. دي اول اوضه هبدأ بيها، اللي هي الاوضه اللي على الشارع. غسلت الشباك، انا هلبس الشلت وهلبس الحاجه واركنها وهغطيهم، عشان ده كنا ساعتها كنا الفجر. كنت المفروض ان انا اغسل الشباك يوميها، بس كان في عربيه مركونه تحت الشباك. رحت عملت دخلت الفجر غسلت البلكونه ونزلت ستاير البلكونه غسلتها،
بس مش مصوراها طبعا لان البلكونه لما اتفتحت مش هينفع ان انا اصور جوا وكده. هنا بقى كنت خلصت وكنت غطيتها وكل حاجه. بصوا بقى هوريكي الاوضه كلها عامله ازاي. طبعا الترابيزه ركناها هنا. طبعا الركن ده فيه المروحه وفيه السلم وترابيزه المكوى. غير كده بصوا بقى الاوضه وجمالها بعد ما اتفرشت. مين يصدق ان هي دي الحفظه دي جديده. ربنا يخليها لي يا رب، ربنا يخليها لي يا رب. هي اللي فرحت قلب امي، هي اللي جايبها لي هديه. ربنا يخليها لي يا رب. الستاير دي انا كنت جايباها في التصفيات بتاعت السنه اللي فاتت. البلاك اوت اللي هي على جنب اللي هي الاتنين الرصوصي دي الجنب الواحد ب65 جنيه. فكنت جايبه الجنبين. والابيض اللي في النص دي عامله زي الشبكه كده. الستاير اللي هي البيضه الشبكه دي كانت عامله 55. الفرش بقى بتاع الركنه نفسه اللي هو الرصوصي في حرف الكشمير ده انا كنت مفصلاه. يعني انا جايبه قماش المتر كان ب25، جبت 2 متر عرض متر ونص. فكانوا عاملين معايا 3 متر على بعض. فهما اللي فصلت بيهم الترابيزه، مفرش للترابيزه مفرشين للركنه. هنا بقى طلعنا الصاله برضو القماش الفرو ده برضو شاريه متر عرض مترين ولا متر ونص مش فاكره قوي. عملت منه الجزامه وعملت منه ترابيزه الشاشه وعملت منه ترابيزه الصاله. هوريهالك دلوقتي لما الف. وعملت منه الركنه. عملت منه اسفه التسريحه. عندي التسريحه طويله كده، عملت منه مفرش طويل كده. شفتي والستاير دي برضو انا كنت عاملاها كنت شاريه القماش اللي هو الطنطله اللي تحت ده السنه اللي فاتت. كنت جايبه ال6 متر ب100 جنيه. الشيفون اللي كنت لسه جايباه من قريب ده المتر منه ب20 جنيه. والفرنشه مش فاكره بصراحه المتر بكام، بس انا كنت مفصلاها يعني فصلتها على بعضها. طبعا عيش المسرحية العيال كبرت دي عيش. ده المبرد بقى اللهم بارك بقى ما اقولكيش بقى لسه فاتحاه من الكرتونه برضو. الله يبارك لها امي كانت شاريهولي في مناسبة عيد جوازي. اي حاجة في الاجهزة امي بتجيبها لي يعني ما دخلتش انا بيها فبتعوضني بيها بعد كده. اي حاجة هي بتجيبها لي بصراحة على طول بتجيب لي حاجات كتير. ربنا يطولنا في عمرها يا رب ويخليها لنا. طبعا هنا بقى ده المطبخ. بصوا ستيكر الرخامة ده تحفة ونضيف جدا جدا جدا. كنت بقعد اشيله واركب لو دخله هوا افك واركب افك واركب ما بيبص ولا بيلزق في بعض ولا اي حاجه. وهنا بقى حاطه البرطمان الصغير ده انا غسله بتاع طقم التوابل والكتل والكنكه. وهنا بقى البوتاجاز بقى بصوا مكفناه عشان يفضل نضيف. ودي المشايات بتاعتي. ودي الستاره بتاعتي انا كنت عاملاها من سنتين بس ما كنتش بعلقها عشان هي جلد تقيل وطلعتها وعلقتها. بصوا بقى الدنيا العيد فرحة يا جماعة والله العظيم. وفرش العيد ده تحفة. انا بعشق ان لازم يكون في اي عيد اي حاجة حتى لو حاجة صغيرة جدا بس يعني الحمد لله اللي احنا بنجيب والحمد لله ان احنا بنفرح الشقة وبنفرح العيال وساعات بنفرح احنا كمان يعني اكيد احنا بنفرح. بس يعني لازم نجيب للشقة حاجات جديدة زيها زي العيال.